هو سيدنا موسى رسول مرسل لبني إسرائيل ولا هو نفسه من بني إسرائيل؟ وإيه علاقته بالديانة اليهودية؟ حلقتنا النهاردة عن سيدنا موسى وإيه علاقته بالحضارة المصرية. في البداية عايزة أتكلم معاكم عن نقطتين، كل كلمة في القرآن الكريم ليها وزن ونطق بيأثر على المعنى، علشان كده حتى الغلطة البسيطة في النطق ممكن تفتح باب للنقاش، وده اللي حصل فعلا. اللي حصل في الفيديوهات اللي فاتت خلاني سعيدة جدا بالتفاعل والنقاش، لأن الهدف تعلم والمناقشة والتفاعل، وشكر من القلب لصاحب كل تعليق إيجابي. والنقطة التانية اللي عايزة أتكلم فيها قبل ما نبدأ موضوعنا علشان ما نضربش بعض بعد كده في التعليقات، اسمعوني بتأني وبفكر مختلف، واللي حابب يناقشني في التعليقات يناقشني بشكل موضوعي، بلاش الهجوم لمجرد ان انا بقول كلام جديد عليكم او بيخالف نظرية احنا نشأنا عليها، لان كل نظرية تحتمل الصواب او الخطأ سواء جديدة او قديمة. اما بالنسبة لتعليقات غير المصريين فالموضوع ملوش علاقة بالافضلية، الغرض هو كشف الكذب والتزوير. عم النبي صلى الله عليه وسلم وابن سيدنا نوح كانوا مشركين، والصحابي بلال بن رباح كان في الجاهلية عبد، اما في الاسلام فبقى من صحابة رسول الله، فما فيش افضلية لشخص على التاني إلا بالتقوى. ويلا نبدأ موضوعنا. سيدنا موسى من الشخصيات اللي عليها جدل كبير، وبالنسبة كمان للنظرية اللي احنا بنشرحها فالجدل زاد، لأن احنا كده بقينا تايهين. هو ابن مين؟ هو من آل يعقوب ولا من بني إسرائيل؟ ولو هو من آل يعقوب يبقى نظريتنا كلها غلط، لأن كده هيبقى آل يعقوب هم بني إسرائيل وكل الأنبياء منهم. في سورة الأنعام الآية 84 ربنا قال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، الضمير في له بيرجع لإبراهيم عليه السلام، إن ربنا رزقه بإسحاق ومن بعده يعقوب. كلا هديناهم إلى طريق الحق، ونوحا هدينا من قبل. ذكر سيدنا نوح هنا إشارة إن سيدنا نوح سبق سيدنا إبراهيم في النبوة والهداية، وذكر سيدنا نوح كان خلفية أو لمحة تاريخية مش أكتر، بأن سلسلة النبوة بدأت من عنده من بعد الطوفان وبعدين استمرت. والدليل إن الأسماء اللي جاية بعد كده كلها في الآية من نسل إبراهيم: داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. يعني معنى كده إن سيدنا موسى من ذرية سيدنا إبراهيم؟ طبعا مش ربنا قال كده، يبقى هي أكيد كده. المشكلة عندنا إحنا اللي مش فاهمين، وهنفهم دلوقتي. ربنا عز وجل ذكر الأسباط حوالي 4 مرات في القرآن. في سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. المفسرين قالوا إن الأسباط اللي مقصود بيهم أبناء سيدنا يعقوب، لكن ده ما ينفعش، لأن في اللغة العربية السبط هو ابن البنت والحفيد هو ابن الولد، يعني الأسباط هم أنبياء من بنات مش من الصلب، ولغويا ما ينفعش إن يكون السبط ابن الولد. وفي حديث مشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي قال: الحسن والحسين سبطايا من هذه الأمة، رواه أحمد والترمذي، لأن الحسن والحسين هم أبناء فاطمة الزهراء بنت النبي، فسماهم سبطين، وده كمان اللي كان مشهور عند العرب. وإحنا اتفقنا إن القرآن الكريم دقيق في ألفاظه وكلماته. طيب إيه المقصود من كده؟ المقصود إن كان في أنبياء من نسل بنات من ذرية إبراهيم. الآية اللي ذكرناها في البداية من سورة الأنعام بتوضح إن سيدنا هارون من ذرية إبراهيم، وفي نفس الوقت في الآيات اللي سيدنا هارون بيكلم سيدنا موسى فيها لما رجع ولقى بني إسرائيل بيعبدوا العجل. تعالوا نشوف الآية في سورة الأعراف بتقول إيه: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئسما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. الآية هنا فيها 3 ملاحظات. أول واحدة إنه بيناديه ابن المفسرين قالوا إن التعبير ده حصل من سيدنا هارون لسيدنا موسى من باب الاستعطاف والاسترحام علشان يلين قلبه، فاختار إنه يقول له يا ابن لأن ذكر الأم أرق على القلب، ولكن الأرجح إنهم كانوا إخوات ولكن من الأم. الملاحظة التانية إن القوم استضعفوه وكادوا يقتلوه. بني إسرائيل ما كانوش بيقتلوا الأنبياء اللي منهم، ولكن كانوا بيقتلوا أنبياء آل يعقوب اللي هي ذرية إبراهيم، لكن بالنسبة لأنبيائهم فكانوا بيؤذوهم فقط، ما كانتش بتوصل للقتل. والدليل إنهم عمرهم ما حاولوا يقتلوا سيدنا موسى برغم إنهم بقول القرآن كانوا بيؤذوه.
وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. يعني كان في أذى، لكن مع سيدنا هارون كادوا يقتلوه. وفي قوله تعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. يعني كان في بينهم وبين أنبيائهم لغة حوار، ومع سيدنا موسى كان في لغة حوار حتى وإن كان في أذى. لكن مع سيدنا هارون ما كانش في حوار أصلا. الحوار بالنسبة لهم كان القتل، لأن هم ما كانش هينفع يقتلوا الأنبياء اللي منهم. إذا كان هم حقدهم على ذرية إبراهيم بسبب النبوة والملك، يبقى لما يبعث منهم نبي هيقتلوه. ثالث ملاحظة في الآية قولوا عنهم الأعداء. كلمة الأعداء بتشير للعداوة اللي بين الذريتين، ذرية إبراهيم وذرية إسرائيل، وبتشير لضغينة بينهم بعيد عن عصيانهم لسيدنا موسى، وإلا ما كانش هتوصل إن سيدنا هارون يسميهم أعداء. وفي الآية 94 سورة طه ربنا بيقول قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. بيقول له إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. كلمة خشيت هنا بتدي معنى وإيحاء إن كان في حساسية وحذر في تعامل سيدنا هارون مع بني إسرائيل. كان في خوف وقلق من سيدنا هارون إنه يتقال إن هو سبب تفرقهم. الخشية كانت لأنهم أعداء من الأساس، وأي تصرف منه هيكون فيه حساسية وممكن يتاخد على الجانب السيء. لذلك بيقول له إني خشيت، خفت إنك تقول فرقت بينهم. لكن لو سيدنا هارون منهم وهم قومه ما كانش هيبقى في مكان للخوف، لأن وقتها كانت هتبقى المصلحة واحدة وهو ملوش مصلحة في تفرقهم. الآيتين اللي قلناهم فيهم كلمات بتدي معنى واضح إن سيدنا هارون ما كانش منهم، ما كانش من بني إسرائيل، بالعكس دول كانوا أعداء وواقفين لبعض على الوحدة. يبقى لما سيدنا هارون يتذكر في ذرية إبراهيم، وفي نفس الوقت الآيات بتوضح إنه ما كانش من بني إسرائيل قوم سيدنا موسى، وفي نفس الوقت برضو سيدنا هارون بيقول لسيدنا موسى يا ابن الحل الوحيد والمنطقي ليها إن سيدنا موسى كان سبط لذرية إبراهيم، كان سبط يعني كان ولد من بنت، يعني أم سيدنا هارون وسيدنا موسى كانت من ذرية إبراهيم، لكن أبو سيدنا موسى كان رجل صالح من بني إسرائيل. يعني سيدنا موسى وسيدنا هارون إخوة من الأم فقط، والأم كانت من ذرية إبراهيم، وموسى كان سبط لذرية إبراهيم. وده اللي خلاني أذكر في البداية معنى الأسباط. اتكلمنا قبل كده عن دخول الهكسوس لمصر، وقلنا انهم دخلوا على شكل قبائل متفرقة، وان بني اسرائيل كانت من الهكسوس اللي دخلوا مصر، عاشوا وتعايشوا مع الناس، وكان في منهم المؤمن ومنهم الكافر. ولما بقول ان ابو سيدنا موسى كان رجل صالح ومؤمن من بني اسرائيل، لان ام سيدنا موسى كانت امرأة مؤمنة، بدليل ان ربنا اوحى ليها لما امرها انها تلقيه في اليم، وربنا وصفها انها كانت امرأة مؤمنة في سورة القصص. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. لتكون من المؤمنين يعني ثبتنا قلبها لتبقي على إيمانها. وفي سورة القصص من الآية 16 قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، لحد قول سيدنا موسى في الآية 24 فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. كل الآيات اللي بينهم بتأكد إن سيدنا موسى كان مؤمن بالله وعلى الفطرة السليمة من قبل ما يبعث كرسول، برغم إنه اتربى في قصر فرعون، ولكن الأم والأب كانوا مؤمنين بالله. كده إحنا وضحنا إشكالية إزاي سيدنا موسى من بني إسرائيل وفي نفس الوقت مذكور في ذرية إبراهيم، وملهاش حل غير كده، لأن الآيات موضحة إن ذرية إبراهيم غير بني إسرائيل. وكلام سيدنا هارون في الآيات القرآنية بعيد عن الإسرائيليات، للي يتدبر القرآن هيلاقيه فاصل الإشكالية دي، لأنه موضح انه مش من بني اسرائيل برغم انه مذكور في ذريه ابراهيم. وقوله لسيدنا موسى ابن كان بيناديه بالصله اللي بينهم، صله الرحم اللي بينهم اللي هي الام. نيجي بقى لسيدنا موسى تاريخيا. سيدنا موسى لما رجع علشان يدعو فرعون للايمان ما امنش بيه غير ذريه من قومه، وامنوا بيه على خوف من فرعون، يعني كانوا خايفين من فرعون. بعدها في سوره يونس ربنا بيقول وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. يعني ربنا بيقول لسيدنا موسى ولسيدنا هارون جمعوا اللي أمنوا في مكان واحد، واعملوا لنفسكم مساكن أو حي خاص بيكم علشان يكونوا مع بعض وينصروا بعض. طيب هو ممكن يكون فين المكان ده؟ عايزين بس في الأول نعرف إن فترة الهكسوس القدماء المصريين ما سجلوش عنها حاجة، والآثار اللي باقية من الفترة دي تكاد تكون لا شيء.
مفيش أي آثار ولا معلومات كافية عن الفترة دي. بس في سنة 1908 اكتشف عالم المصريات إليساندرو بارسنتي صخرة أو حجر ديديموس أو ديدي موسى، اكتشفها في منطقة إدفو في طيبة. الحجر يخص ملك اسمه ديدي موسى الأول، ومتسجل كمان على الحجر اسم خنسو موسات. وفي نفس الفترة ظهر اسم ديدي موسى الثاني، وعلماء الآثار بيرجحوا إن الثلاث أسماء يخصوا شخص واحد ولكن بأسماء مختلفة. ومثال على كده إن قائمة تورين بتأيد أسماء الملوك بصيغ مختلفة، بجانب إن الفترة دي كانت فترة اضطرابات سياسية. وشخصية ديدي موسى وتوقيت حكمه بيأكد النظرية اللي شرحناها في كل الحلقات اللي فاتت. ديدي موسى كان ملك في الأسرة ال16، وعايزة أقول لكم إن الأسرة ال15 والأسرة ال16 الهكسوسية الأسرتين حكموا مع بعض في نفس التوقيت، بس طبعا كل أسرة كان بيبقى ليها مقر ومكان خاص بيها. وفي نفس الفترة الزمنية كانت الأسرة ال17 بتحكم في طيبة، والأسرة ال17 دي كانت أسرة مصرية وطنية، وكان ملوكها سقننرع وكاموس وأحمس الأول طارد الهكسوس. يعني في نفس الفترة اللي كان بيحكم فيها ديدي موسى في الأسرة ال16 كان أحمس بيحكم في طيبة في الأسرة ال17. وأحمس معروف إن حكمه كان آخر الأسرة ال17 وهو اللي أسس الأسرة ال18. واللي متابع الحلقات كويس هيفهم جدا الجزئية دي. طيب حجر ديدي موسى مكتوب عليه ايه؟ وايه معنى اسم ديدي موسى؟ زي ما قلنا حجر ديدي موسى بيخص ملك حكم منطقة صغيرة في طيبة، ومدة حكمه ما كانتش طويلة. العلماء بيرجحوا ان مدة حكمه كانت حوالي 7 سنين. الجزء العلوي من الحجر متزين بتعبانين من تعبان الكبرى المصرية، واحنا عارفين ان سيدنا موسى كان معجزته العصا اللي كانت بتتحول لحية. الكتابة على الحجر بتقول: جلالة حورس العظيم سيد الجنوب والشمال سيد الأرضين حورس الذهبي. يعني الملك ديدي موسى كان بيحكم تحت شعار حورس زي ملوك مصر، برغم ان الأسرة ال16 كانت أسرة هكسوسية. وباقي الكلام اللي على الحجر بتتكلم عن القرابين اللي بتتقدم من أجل الابن الملكي، وقائد الجنود الذي يملك وظيفته منذ الصغر، المفضل لدى المدينة، والذي تكرر الحاشية ما يقوله على لسانه الحكيم. ألقاب ديدي موسى اللي مذكورة على الحجر بتشير انه كان انعكاس لصفات الإله، وانه كان شخص حكيم، وحاشيته بتردد كلامه، وان المملكة بتاعته كانت مملكة موحدة ومؤمنة بالله. ومن الملاحظات المهمة جدا برضو ان الأسرة ال16 الهكسوسية عاشت في السلام في طيبة، يعني بجانب الأسرة ال17 اللي هي الأسرة المصرية الوطنية. يعني الملك ديدي موسى اللي هو سيدنا موسى لما حب يختار مكان للمؤمنين اختاروا بجانب المصريين، وده بيأكد ان المصريين كانوا مؤمنين بالله وكمان اتبعوا سيدنا موسى. طب ازاي؟ هو مش مفروض ان سيدنا موسى نزل باليهودية لبني إسرائيل بس؟ لا طبعا، سيدنا موسى منزلش أصلا باليهودية ولا يعرف حاجة عنها. سيدنا موسى نزل بالإسلام. بس قبل ما نوضح الجزء ده خلينا الأول نعرف معنى اسم ديدي موسى. ديدو معناها الذي يتكلم أو الذي يقول، وموس أو موسى معناها وليد أو ولد، والمعنى الحرفي ليها الذي ولد من الكلمة، ومعناها في السياق الملكي ولد من الإله الذي يتكلم. وسيدنا موسى عندنا هو كليم الله. الفترة اللي حكم فيها ديدو موسى العلماء قالوا إنها حوالي 7 سنوات، ودي الفترة اللي كانت بين مجيء سيدنا موسى لدعوة فرعون وخروج سيدنا موسى من مصر ببني إسرائيل. كان في فترة اللي هي ربنا أرسل فيها العذاب على فرعون وقومه، مصداقا لقوله تعالى في سورة الأعراف: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. الغريب إن علماء التفسير رجحوا إن عدد السنين اللي مذكورة في الآية حوالي 7 سنوات، اللي هي سنين عذاب فرعون وقومه، نفس مدة حكم الملك ديدي موسى. بالإضافة إن اسم موسى انتشر بعد كده في الحضارة المصرية لدرجة إنه كان اسم ملوك في الأسرة 19 زي رمسيس الثاني اللي كانت فيه ناس مصرة تخليه فرعون موسى. رمسيس ده اسمه باليونانية، ولكن بالمصرية القديمة اسمه رع ميسو أو رع موسى. يعني بداية انتشار الاسم في مصر كانت من الأسرة 16 الهكسوسية. دلوقتي بقى هنيجي لفكرة إزاي سيدنا موسى منزلش باليهودية. سيدنا موسى في سورة يونس وهو بيكلم قومه بيقول لهم: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. بيتكلم عن الإسلام وسحرة فرعون اللي هم السحرة المصريين. آخر كلامهم في الآيات: وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.
مسلمين مش يهود، وسحرة فرعون اتبعوا سيدنا موسى برغم انهم مصريين، وده بيأكد ان دعوة سيدنا موسى كانت عامة للناس مش لبني اسرائيل بس. ولكن سبب عدم وجود اثار ليها في مصر ان مصر استقبلتها كدعوة توحيدية مش يهودية. بداية تشكيل الشرائع والديانة اليهودية كانت مع السبي البابلي، يعني حوالي القرن السادس قبل الميلاد. وفي سنة 1947 ظهرت مخطوطات البحر الميت، ودي بترجع للقرن الثالث قبل الميلاد، وده نفس القرن اللي اتجمعت فيه التوراة لأول مرة في التاريخ، وكان في مدينة الإسكندرية. شكلوا كتاب العهد القديم باللغة اليونانية. عارفين يعني إيه القرن الثالث قبل الميلاد؟ يعني اليهودية اتشكلت على حسب تواريخهم هم نفسهم بعد حوالي 1000 سنة من مجيء سيدنا موسى. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن تحريف اليهود للمسيحية، والنهاردة عرفنا هم عملوا اليهودية ازاي. ولكن الكتاب الوحيد اللي ما قدروش يمسوه هو القرآن الكريم، فكان الحل الوحيد قصادهم انهم يزوروا في التاريخ علشان الأحداث التاريخية ما تتطابقش مع الآيات القرآنية، ومن هنا يدخلوا الشك في قلوب الناس. أفكار وخطط وهم بيخططوها وينفذوها إبليس كان بيبكي في الزاوية، لأن في بشر تفوقوا عليه في جرأتهم على الله وفي تحدي الله. في نهاية الحلقة ما تنسوش السبسكرايب واللايك.